النجمة السداسية، النجمة الخماسية، اليد الخماسية، الثور المحاط بأفعى، حرف G والعين الواحدة. إنها الرموز الماسونية المنظمة الشيطانية، رعب من نوع آخر. أهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جبت لكم موضوع مهم، وهذا الفيديو لازم كامل يتفرجوا حتى أصحاب القلوب الضعيفة، لأنه هذا الفيديو الغرض نتاعو مش التخويف، وإنما أخذ الحيطة والحذر. كما العادة نبدأ الفيديو نتاعي بمعلومات ونختمه بقصة. إذا كان الأمر يهمكم ما تنساوش لايك للفيديو، أبوني للقناة وتفعلوا زر الجرس، هكذا تساهموا في نشر هذا الفيديو على أوسع نطاق. الماسونية ولا يطلقوا عنهم اسم إخوة البنائن الأحرار، هي منظمة سرية عالمية تشارك الأفراد نتاعها عقائد وأفكار واحدة فيما يخص الماورائيات وتفسير الكون والحياة. يقبل أي واحد ينضم إليهم ويمنعوا مناقشة الدين والسياسة. هذه المنظمة غامضة ما هيش واضحة، الهدف نتاعها هو السيطرة عن العالم ومحاربة الفكر الديني، ويستعملوا فيها طقوس مرعبة، وعندهم رموز غريبة منها الزاوية القائمة، الفرجار، الكتاب المقدس، والعين الواحدة. هذه الطقوس اللي تستعملها هذه المنظمة الهدف نتاعها هو أنهم يدرجوا العضو الجديد من مرتبة مبتدئ إلى مرتبة خبير. والعضو الجديد من ينضم لهذه المنظمة يطلب منه الرئيس الأعظم أن يركع على ركبتيه ويردد واحد العبارة اللي هي كلها شرك بالله. هذه العبارة مانيش رح نهدرها هنا، حتى ولو كان نيتي مش الشرك بالله، إلا أنها تبقى عبارة تحط من قيمة الإنسان ككائن بشري قبل كل شيء. ومكانش دين أكرم الإنسان كما ديننا الإسلامي، الحمد لله يا رب. ومن مصادر موثوقة يقولوا ثاني أن العضو الجديد يقسم على الثبات في هذا الدين ويقدم مجموعة من التعهدات للرئيس الأعظم، وما يسمونه بالرئيس الأعظم يقوم بتهديد العضو الجديد بأنه سوف يتعرض للطعن أو الشنق إذ حاول الهروب من صفوف المنظمة. هذه المنظمة تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة أخرى، وهذا القرار راجع لطبيعة الزمان والمكان. وهذا العالم بحر عميق، إذ دخلت في هذه المنظمة معناتها شركت بالله للأبد، لأنه ما تقدرش تخرج منها، والأمر ما حبسش هنا، الأمر راه ينتشر، والعالم راه في خطر، وأولادنا والأطفال راهم في خطر. هذه المنظمة راهم يخبيوا السم في العسل، يعني راهم يدخلوا لحياتنا أشياء نشاهدوا فيها، مثلا شحال من فيلم كرتوني موجه للأطفال تتوضح فيه هذه الرموز الشيطانية، بخلاف الكثير من المسلسلات والأفلام الدرامية. حتى الأغاني اللي أثارت ضجة مؤخرا سيرتو دين كلاش، اللي راهي الأغنية نتاعو دايرة حالة ومستحيل يكون كاتبها إنسان عادي. هذه أقل المعلومات اللي قدرت نجيبها لكم هذا اليوم، وجبت لكم معاها قصة أكبر وأخطر ماسوني في العالم، وهو مغني الراب الشهير ترافيس سكوت. نعرفه كيف ترافيس سكوت اسم نتاعو الأصلي هو جاك بيورمون وينستر الثاني. بزاف اللي حاسبين أصله أمريكي، مي أصله الحقيقي إفريقي، من مواليد 1991. كان متزوج من حبيبته السابقة الملياردير ونجمة التلفزيون كايلي جينر، عنده طفلين ستورمي وولف. هو وزوجته مدة عامين من زواجهم وتسيبارهم. هذا المغني عنده بزاف علاقات مع عدة منظمات من قبل، منها البستان، البويمي، منظمة الفجر الوردي، والماسونية أخطر منظمة بالعالم. كان يدعم ثاني الأفرو سانتريك. فجأة وبدون سابق إنذار اشتهر هذا المغني بشكل سريع جدا،
والشي اللي ما تعرفوش أنه كاين إنسان قال لهم أنه ترافيس استدعى الشيطان فيقوم بمساعدته في هذه النجاحات مقابل أنه قدم له قرابين بشرية. بعدها مباشرة فاز بجائزة بيلبورد الموسيقية، ثم فاز بجائزة جرامي اللاتينية. والشي اللي معروف به ترافيس أنه الحفلات نتاعو مليانة رموز وطلاسم شيطانية، أشكال مرعبة ومقززة وممارسات ساخبة مثل اشتعال النيران في كل مكان من حوله، وحركات أخرى غريبة ومريبة وعنيفة ودموية. أخطر حفل قام به ترافيس هو ما يعرف بحفل ابن الشيطان أو حفل الموت. هذا الحفل بالضبط يوم 5 نوفمبر 2021. الشيء اللي حصل في هذا الحفل يخوف بزاف. تخيلوا أنه الديكور متاع هذا الحفل كانت كلها جماجم ورموز شيطانية، منها رمز العين الواحدة المرتبطة بالماسونية والدجال. والشي اللي ما يتقبلوش العقل أنه البوابة متاع الدخول لهذا الحفل كانت على شكل راس متاعه وهو فاتح فمه كأنه يلتهم في هذوك الداخلين. الأمر متاع الصح كان يخوف بزاف، وهذا الشيء هو طقس من الطقوس الشيطانية يرمز لشكل الشيطان ملوخ هو فتح فمه باه يلتهم القرابين البشرية، وهو نفسه اللي قالوا باللي استدعاه باه يحقق له النجاحات. وهذا التصميم يشبه لوحة قديمة لفنان هولندي رسمها سنة 1550. أنا شخصيا من شفتها تشوكيت، والشي اللي شوكي كثر هو أنه عنوان هذه اللوحة اسم النزول إلى الجحيم. وش رايكم؟ أسكو الاسم صدفة أو عنده علاقة بهذا الحفل؟ تخيلوا الناس داخلين لهذاك المنظر، وفوق هذاك المنظر طائر يخوف وشعل فيه النار ويطير فوق هذاك المكان. هذه مجرد البداية وقبل ما يدخلوا لهذاك الحفل، وكانت هذه الأحداث حقيقية 100%. وش رايكم نزيد نتعمق أكثر ونشوف وش كاين لداخل؟ مش اليوم، خلوها الفيديو الجاي إن شاء الله. هذا هو الفيديو نتاع اليوم، إن شاء الله نكون قدرت نساهم في التوعية ولو بالشيء القليل. ما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو على ليزامين تاعكم، لأنه نتاع الصح رانا في الجهل في زمن الإسلام، وبزاف ناس حلمهم أنهم ينضموا لمنظمات شيطانية. توعية قبل كل شيء. بقيكم على خير، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.